فيديو النهارده لاولياء الامور. هتكلم على حاجه كلمه قاسيه شويه. الامريكان من كتر ما هي منتشره عاملين لها ويب سايت كامل. كندا اللي عاملاه صراحه، وامريكا مستعملاه على موقع الاتحاد الامريكاني بتاع التنس. اسمها ايه؟ الباك سيت بريزنر، السجين اللي قاعد في العربيه ورا. لما تتفرج على مسلسلات امريكاني هتلاقي لما حد بيقبضوا عليه بيركب عربيه البوليس الامريكاني المعروفه، بيفتحوا له الباب اللي ورا ويقوموا منزلين راسه كده جوه العربيه عشان ما يتخبطش، وبيقعد ورا. ورا دي عباره عن سجن متحرك. هو محبوس بكلبشات، بينه وبين السواق ازاز وحديد ما يقدرش يتخطاه، مسجون. هو ده عباره عن سجن متنقل زي البوكس عندنا في مصر بيتنقل فيه. ايه بقى علاقه ده بالتنس؟ الباك سيت بريزنر ده يا عيني ده المكان اللي ولادنا بعد ما بيتغلبوا من الماتش بيقعدوا فيه. تلاقي الولد عمل مباراه مثلا كان كسبان 6-2 5-1 واتغلب، ومروحين بالعربيه، فالولد بيبقى يا عيني السجين اللي قاعد ورا، واحنا عمالين نعذبه طول الطريق. انا ما قلتش ان هو ما يستاهلش، في اوقات كتير الولاد بتعمل حاجات. احنا بس عايزين نتفق على شويه حاجات. اول حاجه نتفق عليها ان اللعيب عايز يكسب. ما تقدرش اقول لك ان هو مستهتر، هو مش عارف الطريقه بس هو عايز يكسب. فاحنا لازم نحدد بس الخناقه عامله ازاي. ان الحاجه الثانيه اللي نتفق عليها ان الولد او البنت في الوقت ده هو لا سامع ولا فاهم ولا شايف. هو حضرتك عمال تتكلم ومش طايقه. هنعرف ناس اصلا بيبقى هو سايق بايده اليمين بيديله باك هاندات في اللعيب اللي ورا. فهو الولد لا فاهم والكلام مش هيعمل اي حاجه. انت لازم تنقي الوقت اللي تتكلم فيه وتتكلم ازاي، ولازم تميز هو فعلا كان مستهتر ولا هو مرعوب، كان عارف الحل بس هو شاف يحل، ولا هو مش عايز يكسب، ولا هو غاوي نكد. يعني في ولاد مع تكرار الخساره هو اتعلم ديفensive ميكانيزم. يعني ايه؟ هو بيتعامل مع الخساره بطرق، يعني مثلا في لعيبه تلاقيه عايز يبين للناس ان هو ما بيحاولش فيبقى شكله مستفز. هو فاكر ان هو ده الاحسن، انه اكرم له، لانه خايف يا عيني يحاول ويفشل، فدي بالنسبه له بتوجعه وبتوجع كرامته جدا. فهو يا عيني بيفتكر ان هو كرامته هتبقى محفوظه اكتر لو هو ما حاولش. فطبعا الاب بيبقى واقف بره او الكوتش واقف بره مش طايق نفسه. انت بتتفرج على واحد بيلعب ربع لعبه، ربع ايه، ساعات ما بيلعبش اصلا، بيبقى واقف وعايز يبين لك انه ما بيلعبش. فطبعا انت بتبقى راكب معاه العربيه وانت راجع البيت مش طايقه. ف مش ده الحل. يعني الموضوع بيدخل في عند فظيع وتكرار، والمشكله تكبر تقعد تتفاقم وتزيد، والولد مصمم على رد الفعل ده مش عارف يحلها. فلازم يعني اول خطوه كلنا يبقى عندنا وعي بس بالقصه. افتكر كلمه الباك سيت بريزنر، السجين اللي قاعد في العربيه ورا. ساعات بتحصل بعد التمرين كمان مش بس في الماتش يعني، بس مشوار الماتش بيبقى صراحه بعد الابساتس الكبيره بيبقى كارثي. اللي هو الباك سيت بريزنر، السجين اللي هو بتاع المسلسلات الاجنبي اللي قاعد ورا. شكرا.